هذه التحديات صنعت منك امرأة قوية. أكيد أكيد، وطورت بشخصيتي كتير، وأوقات حتى بمرق بمطارح بتعب، بحس حالي متعبة، يعني بحس بالإنهاك، وبس برجع نتيجة الشغف والطموح والإيمان بدور المرأة بالحياة، والإيمان بموهبتي، وبإني أنا مسؤولة أمام الناس اللي بيتابعوني، وأمام نفسي، وأمام الشيء اللي ربنا أعطاني إياه ووهبني إياه، أني ضل قاتل لآخر لحظة. بس ما تقسي على نفسك كثير إنه دايما لازم تلعبي دور المرأة القوية؟ ما تحتاجي للحظة ضعف؟ شوفي، رح أقول لك شيء هلا. بعتقد النساء الناجحات إجمالاً عندهم وجهين بالحياة، يعني عندهم الشيء اللي يظهر إلى الآخرين، والشيء اللي هن بينهم وبين حالهم. وإذا بتقري بالأدب النسائي تلمسي هذا الشيء جدا، وبتشوفي إنه معظم النساء الناجحات بتجي بلحظة بوح وبلحظة تعري مع الذات، بتجي بتقلك أنا هشة جدا من الداخل وتعبت من إظهار القوة كل الوقت. صحيح. فهي الحالة متفاوتة، بس هي هيك، يعني أكيد بمرق بلحظات فيها ضعف وفيها شيء من الهشاشة العاطفية بمطارح، أو النفسية، أو بحس بالإرهاق، بس ما بقدر برجع. مع مين يظهر ضعفك أكثر شيء؟ أكيد مع الناس اللي كتير قراب مني، مع الجو المحيط فيني اللي بقدر أكون فيه أنا.